تعال بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بيقول لك هنا f of x equal x باور 4 minus 2x باور 3 plus 7 is polynomial function of not degree. مين اكبر باور عندك؟ 4. طيب بص كده، ده اكبر باور عليه 4 ماشي، وده اكبر باور عليه 3، وده الباور بتاعه يعتبر كام؟ 0. فانا عايز اخد اعلى باور، اعلى باور، فالاجابه بتاعتي تبقى 4 ديجري. تمام؟ طيب هدي لك شويه حاجات عشان وقعت عيال السنه اللي فاتت لقطه. بص معايا، طب لو انا جبت لك مساله زي كده قلت لك 2x y باور 2، ده الديجري بتاعها كام؟ خد بالك هو هنا في بلس وماينس ولا كلهم لازقين في بعض؟ كلهم لازقين في بعض، فدي الباور اللي عليها كام؟ 1، ودي اللي عليها كام؟ 2، يبقى دي اقول عليها فروم ثيرد ديجري. يعني هنا بعمل اد للباور. بعمل ايه يا شباب؟ اد للباور. طيب بص واحده ثانيه، طب افرض يا مستر الراجل قال لي طب اكس باور 2 بلس واي باور 3، هنا في بلس، يبقى انا فصلت الاثنين عن بعض. اعلى باور كام عندك هنا؟ ثيرد ديجري. تمام كده؟ طيب خد دي كمان، طب لو انا قلت لك انا عندي اكس وفي براكت واكس باور 2 بلس 1، ماشي؟ اوعى تجيب الديجري الا ما تفك البراكت. طب لما افك البراكت هتعمل ايه؟ اكس ملتبلاي اكس باور 2 هنقول اكس باور 3 بلس، طيب اكس ملتبلاي 1 هنقول اكس. كده بقى كل واحده لوحدها، كل واحده لوحدها. اعلى ديجري عندك كام؟ 3، يبقى دي يقول عليها فروم ثيرد ديجري. تمام كده؟ ادي اكتر من ملاحظه خلي بالك معاها. طيب نبص على السؤال ده. السؤال اللي جاي بيقول لك ايه؟ x and y are set non-empty. تمام؟ كلمه non-empty يعني doesn't equal 5. doesn't equal ايه؟ 5. بيقول لي ايه؟ انا عندي ال n of x equal 2. تمام؟ n of y2 equal 9. ماشي. انا عايز n of x product y. طب القانون بتاع n of x product y بنقول n of x، تمام كده؟ هعمل لها multiply ال n of y. طيب ال n of x موجوده ب 2، تمام كده؟ لكن n of y مش موجوده. انا عندي n of y2. طب يبقى الاول هنجيب مع بعض الايه؟ ال n of y. هنعمل ايه؟ هقول له السكوير روت، ماشي، ل n of y2. تمام كده؟ يعني هقول له ايكوال السكوير روت لل 9، يبقى الاجابه ايكوال كام؟ 3. حلو؟ طيب يبقى انا هرجع للسؤال بقى هنا، اقول له يبقى n of x برودكت y يبقى عباره عن 2 ملتبلاي 3، يبقى الاجابه ايكوال كام؟ 6. يبقى دي اجابه السؤال بتاعي ب 6. خلاص؟ السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي if x is the point x y lies on the second quadrant. طب لازم برضه اكون عارف الاشارات. طيب الاشارات بتاعتي مراجعه كده عليهم سريعه. ده الفيرست، ماشي، وده كده ايه؟ سكند، وده ثيرد، وده الفورث. طيب مين فاكر الفيرست كان اشاراته ايه؟ بوزيتيف وبوزيتيف. مين عكسه؟ ثيرد. ثيرد نيجاتيف ونيجاتيف. طيب السكند كان ايه؟ نيجاتيف وبوزيتيف. طيب الفورث بوزيتيف ونيجاتيف. طيب ركز بقى معايا. طيب الراجل بيقول لي انا عندي الارقام دي في السكند اكواد، صح؟ يبقى الاكس بتاعتك تعتبر ايه؟ نيجاتيف، مش كده؟ والواي تعتبر ايه؟ بوزيتيف. هل انت عارف الارقام بكام؟ لا. فقال لي طب يبقى البوينت نيجاتيف اكس. طيب اذا كان الاكس بالنيجاتيف، صح؟ طب لما اقول نيجاتيف اكس يعني الاكس كده بالنسبه لي هتقول لي عباره عن ايه؟ نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف، صح؟ هتدي لك ايه يا باشا؟ بوزيتيف، مش كده؟ طيب لما اقول لك واي باور 2، طب الواي اصلا بايه؟ بالبوزيتيف، صح كده؟ طب الواي بالبوزيتيف، ماشي، هتعمل ايه؟ لما تعملها باور 2 هتفضل زي ما هي ايه؟ بوزيتيف. طيب يبقى انا كده المساله الجديده بقت بوزيتيف وبوزيتيف. طيب بوزيتيف وبوزيتيف يبقى انت فين؟ في الفيرست. طب مستر صعبه، هنعيدها تاني. واحد قال لي يا مستر بطريقه تانيه عشان افهمها احسن، انا عايز حاجه تكون في السكند كواد، اي ارقام في السكند. مثلا انا اخترت نيجاتيف 1 1، نيجاتيف 1 وايه؟ 1. طيب نيجاتيف 1 انا عايز اعمل نيجاتيف اكس، ماشي؟ طيب لما اقول لك اعمل لي نيجاتيف اكس هتقول لي يبقى نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف 1، مش كده؟ طب الرقم ده بتاع الواي، الواي ب 1، طب يا مستر انا عايز اجيب واي باور 2، طب انا عايز اعمل 1 باور 2. احسب كده الاجابه الاخيره، نيجاتيف تايم نيجاتيف بوزيتيف، يبقى الاجابه 1، مش كده؟ 1 باور 2 الاجابه ب 1. طب 1 1 يبقى انت كده مكانك فين؟ في الفيرست. يعني عايز تعملها بالاشارات ماشي، عايز تحط ارقام وتجرب عليها ماشي.
خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ انا عندي 3 و6 واكس ار continued proportion. يبقى الاكس بتاعتي بكام؟ بص اعمل لي ده اوفر ده، ارجع تاني ده اوفر ده. ماشي؟ عشان دول 3 بس. ماشي؟ وانا عايز اعمل 2 فراكشن، يبقى نقول له كده 3 اوفر 6 ايكوال 6 اوفر اكس. تمام؟ كروس مالتيبليكيشن يا باشا. يلا ها يبقى الاكس ايكوال مين متوصل في الاكس؟ 3. يبقى اقول له 6 ملتبلاي 6 ادي كده 36 ديفايد 3 تطلع الاجابه ايكوال كام؟ 12. ادي الاجابه بتاعت حضرتك 12. خلاص كده؟ طيب خش اللي بعده. يلا هنا بيقول لك انا عندي الاي اوفر 3 ايكوال بي اوفر 5. انا عايز اجيب البي اوفر الاي. طيب بص يا باشا، فاكر لما كنا بنقول مسموح بتبديل واحد؟ مسموح بتبديل واحد. ازاي يا مستر؟ تعالى بص، انا دلوقتي انا عايز اخلي البي تبقى فوق والاي تبقى فين؟ تحت. طب ما تمسك ده تبدله مكان ده، مش كده؟ طب لما تعمل الحركه دي البي فوق هيجي الاي مكان الفايف اهي. طيب يبقى الفايف هتطلع فين؟ فوق، تبقى الاجابه 5 اوفر 3. طب الاجابه اهي. طب مستر صعبه، في طريقه ثانيه احلى. تعالى انا ما قلتش حاجه. واحد قال لي يا مستر ما تيجي نعمل كروس مالتيبليكيشن. ماشي؟ الاي لما اعمل لها ملتبلاي 5 يبقى الاجابه ايه؟ 5a ايكوال البي لما اعمل لها ملتبلاي 3 هتبقى 3b. تمام كده؟ طيب عايزين يا مستر نجيب الفراكشن ده b اوفر a. البي معموله ملتبلاي كام؟ 3. طب لما البي فوق يبقى مين تحت؟ 3 تحت. الاي معموله ملتبلاي كام؟ 5. طب الاي تحت يبقى مين اللي فوق؟ 5. يبقى الاجابه برضه 5 اوفر 3. اختار الطريقه اللي تعجبك. اختار الطريقه اللي تعجبك. خش السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي الواي فاريس انفرسلي مع الاكس. تمام كده؟ طب انا عايز اراجع القوانين كلها، قانون الدايركت على جنب كده والانفرس. ماشي؟ وشكل المساله بيتكتب ازاي بالمره. لما بنقول دايركت بنقول يبقى الواي فاريس مع الاكس كده. لما يقول انفرس بيكتب كده واي فاريس مع 1 اوفر اكس. طيب هنا الام بنجيبها بالملتبلاي، يعني هقول له اكس ملتبلاي واي. هنا الام بتيجي سوري، هنا الام انا عملت غلطه. هنا الام في الدايركت بتيجي بالديفايدد، يعني بنعمل ده ديفايدد ده. ماشي؟ يعني هنا بقول له الام ايكوال الواي ديفايدد الاكس. تمام؟ لكن هنا الام بتيجي بالملتبلاي واي ملتبلاي الاكس. طيب بالنسبه لموضوع الريليشن، بالنسبه لموضوع الريليشن ماشي، انا بشيل العلامه دي وبكتب ايكوال ام، وبشيل العلامه دي واكتب ايكوال ام. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتقول لي كده ريليشن واي ايكوال ام اكس، يبقى هما الاثنين على سطر واحد. لكن في الانفيرس بنقول الواي ايكوال بشيل ال1 واحط ام اوفر اكس. ام اوفر اكس. طيب جاوب لي بقى انت على السؤال، انا كده شرحت لك كل حاجه. الواي انفيرسلي مع الاكس، يبقى اختار انهي واحده؟ اخر واحده. تمام؟ يبقى دي الاجابه بتاعتي الصح. ماشي يا شباب؟ طيب سؤال، مين شاطر يقول لي لما الواي ايكوال اكس نوع الانفريشن نوع ايه؟ ده نوع ايه؟ دايركت ولا انفرس؟ دايركت. الام بكام؟ 1. يبقى دي ممكن اخليها واي فاريس مع الاكس. طب ودي لو برضه دايركت واي فاريس مع الاكس. طب ودي دايركت الاكس فاريس مع مين؟ مع الواي. طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض. اكس فاريس مع واي هي الواي فاريس مع الاكس. لكن هنا الواي فوق والاكس تحت، يبقى ده انفيرس على طول. يبقى كده اقولها له الواي فاريس مع 1 اوفر اكس. تمام؟ اكتب الاربع اجابات دول برضه عشان تبقى انت عارف. طيب السؤال ده جمله محفوظه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا بوزيتيف سكوير روت، حط خط تحت كلمه بوزيتيف سكوير روت. تمام كده؟ يعني هكتب القانون ده سكوير روت اهو. ماشي؟ of mean of squares ماشي of deviation. خلاص كده؟ طيب كلمة means يبقى أنا هعمل over n. خلاص كده؟ squares يعني أنا هعمل حاجة باور 2.
deviation يبقى انا هعمل ماينس of the values يعني هكتب x from its arithmetic mean يعني انا هكتب x بار. تمام كده؟ طيب هنا هنكتب سيجما. طب القانون ده بتاع مين؟ ستاندرد ديفيشن صح؟ يبقى انا اختار الاجابه سي على طول. ماشي؟ طيب اللي بعده بيقول لي هنا انا عندي x minus 3 و 2 minus x lies in the fourth equation. طيب مين فاكر الاشارات بتاعت الفورس؟ بوزيتيف ونيجاتيف صح؟ طيب لما انا اقول لك انا عايز اقول لك ان ده بوزيتيف، لما انا اقول لك ان ده بوزيتيف مش ده معناه ان الاكس ماينس 3 يبقى اكبر من الزيرو؟ صح كده؟ هو بوزيتيف بقى. طب ما تودي ال 3 الناحيه الثانيه، يبقى انا كده المفروض الاكس بتاعتي تبقى بيجر ذان كام؟ 3، يعني ممكن تبقى 4 5 6 ايا كان. طيب لما اقول لك انا عايز ده نيجاتيف يبقى ده معناه ايه؟ ان 2 ماينس اكس اصغر من كام؟ من 0. طب هنعمل ايه يا باشا؟ تعال هنا في مشكله هتقابلكم، ودي ال 2 الناحيه الثانيه. تمام؟ يبقى نقول يبقى نيجاتيف اكس سمولر ذان بدل البوزيتيف 2 يبقى نيجاتيف 2. طيب عايزين نعمل ايه؟ ملتبلاي نيجاتيف 1 عشان نعدل المساله. خلاص؟ هنعمل ايه يا باشا؟ تشينج. لو فاكرين شغل اولى اعدادي النيجاتيف اكس هتبقى اكس. تمام؟ النيجاتيف 2 هتبقى كام؟ هتبقى 2. حلو كده؟ طب العلامه اللي هيحصل لها هتتغير. تمام؟ طيب تعالى يا باشا كده يبقى الاكس اكبر من كام؟ من 2. طيب تعالى يا باشا كده نبص ايه القصه دي. اكس اكبر من 2 والاكس اكبر من 3 صح؟ طيب يبقى معنى كده ان ال1 غلط صح؟ وال2 كمان غلط وال3 كمان غلط. يبقى مين الاجابه الوحيده الصح؟ 4. تمام؟ طب بقول لك يا مستر في طريقه ثانيه في تعال اور. بص كده، بص معايا يا باشا، انت عايز الاجابه تطلع بوزيتيف صح؟ طب ما تيجي نجرب الارقام. هو 4 ماينس 3 مش هتطلع لك الاجابه بوزيتيف صح؟ طيب خد عندك دي، لو شلت الاكس وحطيت 4 2 ماينس 4 مش هتطلع الاجابه نيجاتيف صح؟ يبقى مين اللي هيظبط لك المساله؟ 4. يعني ممكن اجرب الارقام. طب لو جيت جربت ال 3 بص اللعبه، لو قلت 3 ماينس 3 بايه؟ 0. طب ده بوزيتيف؟ الزيرو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف يبقى ما ينفعش ال 3. وصل كده؟ يبقى انا اديتها لك بطريقتين. طيب تعالى يا باشا خش السؤال ده. السؤال ده جه في القاهره 2021. تمام؟ بيقول له ايه؟ in the opposite figure هات لي الاكس بكام وهات لي الواي بكام. طيب مع بعض الاكس ايكوال، مين يقول لي كده؟ اكتب لي على دي واي عشان مش مكتوبه. طيب مين يقول لي ارقام الاكس كام وكام؟ 2 5 او 5 و2. حلو كده؟ ادي الاكس. طيب بكام الواي؟ 1 و2 و3. جميل كده جاوبت السؤال الاول. طيب السؤال الثاني تعالى بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا انا عايز الاكس برودكت اكس انترسكت واي. تمام؟ لا غلط. اول حاجه الاكس ارقام الاكس كام؟ 2 و5. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه انا عايز الاكس انترسكت واي. ايه الحاجه المشتركه؟ 2. طب وبعدين انت عايز ايه؟ انا عايز الاجابه دي تسلم على الاجابه دي. تمام؟ يعني هقول له ايه؟ يبقى therefore لما تطلب مني x برودكت x intersect y هنقول ايكوال. الاكس اجابتها كانت بكام؟ ب 2 و5. انا عايزها تسلم على مين؟ تسلم على 2. طب لما يسلموا على بعض هيدينا اوردر بير صح؟ طب الاوردر بير بتاعك كام وكام؟ يبقى حضرتك هتقول لي انا هاخد ال2 مع ال2 ومين تاني؟ وال5 مع ال2. دي الاجابه بتاعت السؤال. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لك represent each of the following linear function graphically and find حط خط تحت كلمه point of intersection of the straight line تمام with the coordinate axis. طيب عشان ارسم هنا تعالى المفروض اي حاجه عايز ترسم تتعمل تيبل. طيب مع بعض هنعمل تيبل اهو. ماشي؟ طيب هيجي واحد يقول لي مستر على فكره السؤال ده لا فيه ستارت ولا فيه اند. عادي مش مشكله، هنحط الارقام اللي تعجبني. ماشي؟ ادي كده اكس وادي واي. عايز 3 ارقام بس، ادي اكس وادي واي.
تمام؟ طيب لو حد قال لي 1 2 3 هقول له غلط. ليه؟ اوعى ترسم حاجه فيها ديسمال. طيب انت خدت بالك ان الرقم اللي هنا تحت كام؟ 2. يبقى لازم الرقم بتاع الاكس ده ماشي اللي هنا يبقى دايفيزبل باي 2، او من الاخر يعني الرقم اللي اختاره ده يكون ايفن. ليه بقى؟ عشان يتكنسل مع 2. يعني مثلا مسموح لك 0 تمام، ومسموح لك ال2 ومسموح لك ال4. حلو؟ طب ما تيجي نجرب. يعني انا دلوقتي لو مسكت الاله الحاسبه كده، بص يا باشا، ادي الاله الحاسبه عندي. انا هكتب 5 ماينس هاف، مش كده؟ ملتبلاي. بص لو قلت ملتبلاي 1 ايه اللي هيحصل؟ فراكشن، صح؟ بايظه. لكن لو قلت لك بص كده، شيل ال1 حط 0، تمشي 5. طيب شيل الزيرو حط مثلا 2، تمشي شغاله. طب حط 4، شغاله. طيب مين شاطر يقول لي طب لو بدلت الرقم 2 ده خليته 3، اختار اي ارقام؟ اختار الارقام اللي تنفع ديفايد 3، اللي هي زي مين؟ 0 3 6. طب لو غيرت الرقم ده خليته 4، 0 لا مش اي ايفن، اختار ارقام تنفع ديفايد 4، 0 4 8. تمام كده؟ طيب المهم تعالى نكمل. انا لما اخترت الزيرو قلنا 5، تمام؟ طيب لما اخترنا ال2 طلعت الاجابه كام؟ 4. طب لما اخترت ال4 طلعت الاجابه 3. تمام؟ طيب عايزين نرسم. تعالى يا باشا، بص انا راسم الرسمه على الضيق، تمام كده؟ طب بص معايا هنا، اكتب 1 ماشي، 2 خط صغير، 3 4 5. نفس القصه الناحيه الثانيه، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، اصغر خط عندك. تمام؟ اطلع برضو نفس القصه، ادي 1 2 3 4 5. انزل تحت، بص بقى الحته دي كلكم بتغلطوا فيها. هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، ما تنزلش تحت زياده، نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. تمام؟ طيب عايزين نرسم. تعالى يا باشا، 0 مع 5، اقف عند الزيرو واطلع 5 5 اهو، اقف عند الزيرو واطلع 5. طيب 2 مع 4، اقف عند ال 2 واطلع 4. حلو؟ اقف عند ال 4 واطلع 3. تمام كده؟ طيب بعد ما تخلص بالمسطره وصل. تمام كده؟ وصل كده يا باشا. حلو؟ انا كده رسمت الستريت لاين. طبعا انت المفروض بتكمل، ماشي؟ يعني انا المفروض بكمل، بس هو مكان ممكن ما يجيش معاك بالمسطره. طيب الراجل قال لك ايه؟ قال لك انا عايز اعرف هتقابل فين مع الاكس اكسس ومع الواي اكسس. اقسم الصفحه هنا نصين. تمام؟ طب انا اقول له كده من غير الرسم عايز اعرفها. ماشي؟ اكتب كده intersection with. تمام؟ مره هقول الاكس اكسس، ماشي؟ والمره الثانيه هقول له الواي اكسس. حلو؟ طيب لما اقول مع الاكس اكسس، تعالى عايز اكس اكسس، اقول له بقول لك ايه؟ put الواي ايكوال 0، خلي الواي بزيرو. طيب هو فين الواي؟ بس مفيش واي. تعالى، ما انت عشان مش واخد بالك، احنا متفقين ان الاف اوف اكس ممكن اشيلها احط مكانها ايه؟ واي. ممكن احط مكانها ايه؟ واي. طب انا لما اخلي الواي بزيرو، يبقى المفروض حضرتك هتقول لي السؤال بتاعي يبقى شكله كده 0 ايكوال 5 ماينس هاف اكس. تمام؟ 0 ايكوال 5 ماينس هاف اكس. طب اعمل ايه؟ ايه رايكم نودي الهاف اكس الناحيه الثانيه عشان تبقى بوزيتيف؟ يعني انا اقول له كده يبقى الهاف اكس ايكوال كام؟ ايكوال 5. طيب هتخلص ازاي من الهاف يا رجاله؟ ممكن اعمل ديفايدد 2 او ملتبلاي 2. ديفايدد هاف او ملتبلاي 2 على طول. تمام؟ ال2 هتروح مع ال2، هتطلع الاكس ايكوال كام؟ 10. يبقى انا المفروض عشان كده الرسمه ما كفتش، لو عايز اتقابل مع الاكس اكسس هتقابل في البوينت اللي هي 10 و0، بعيده بعيده مش جايه. تمام؟ طب لو عايز اتقابل مع الواي اكسس، مين يكمل؟ اقول ايه؟ بوت الاكس هي اللي ايكوال 0. تمام كده؟ طب لما احط الاكس بزيرو، قانون قدامك اهو، يبقى الواي ايكوال 5 ماينس
هاف ملتبلاي 0. تمام؟ يبقى انا كده عندي الواي ايكوال كام؟ 5. طب انت ما خدتش بالك ان انت فعلا اتقابلت هنا مع الواي اكس عند ال5؟ صح؟ طب مين يقول لي البوينت بتاعتي تبقى كام؟ يبقى البوينت يبقى 0 مع 5. 0 مع ايه؟ مع 5. تمام؟ طيب نراجع كده على درس ريشيو بسرعه، يلا. السؤال هنا بيقول لك ايه؟ if B is a middle proportion between A and C، بروز الحته دي. طيب باشا، لما تسمع كلمه middle يبقى انت عندك نوع البروبوشن ايه؟ continuous، يبقى اكتب عليها كده continuous، مش كده؟ continuous. خلاص؟ طيب خش اللقطه الثانيه. انت عندك كام حرف؟ البي والاي والسي. تمام؟ فاقول له كده اول خطوه let A over B equal مين يكمل؟ B over C equal LM. طيب الناس اللي نسيت الرولز، انت عندك كام فراكشن؟ 2 بس، صح؟ طيب هقول له كده يبقى therefore A equal B equal. الناس اللي ناسيه، مين اخر حرف تحت؟ يبقى هنا سي وهنا سي، صح؟ طيب ده اول فراكشن بعد الام، يبقى ده ياخد ام. تمام؟ والتاني ياخد ايه؟ ام باور 2. حلو كده؟ وفي ورقه الاجابه ابروز الاثنين دول عشان عليهم درجه. خلاص كده؟ ابروز ده وابروز ده. طيب اقسم الصفحه نصين. تمام؟ ابدا بالجزء السهل. ابدا بالجزء السهل، فانا هبدا بالرايت هاند سايد. حلو؟ الرايت هاند سايد هقول له A اوفر سي. يلا حد مركز بقى معايا كده، اشيل الاي واحط مكانها مين؟ يبقى سي ام باور 2 اوفر سي زي ما هي. سي تروح مع سي يبقى الاجابه ايكوال ام باور 2. سي بالام باور 2 زي ما هي. تمام؟ وهسمي الجمله دي نمبر 2. خلاص؟ خش الناحيه الثانيه، هقول له كده رايت هاند سايد. ايكوال ليفت. ماشي؟ يلا ليفت هاند سايد هنكتب المساله a باور 2 بلس b باور 2 اوفر c باور 2 بلس b باور 2. طيب كان في حركه كنت علمتها لكم، اول حاجه بحدد كام حرف هيتشال. احنا قلنا اي حرف فيه a واي حاجه فيها b، صح؟ يبقى ده يتشال وده يتشال وده يتشال. تمام؟ بس هيحصل غلطه كلنا بنقع فيها. اشيل الايه واكتب مكانها ايه؟ سي ام باور 2. براكت كلها باور 2، اوعى تنسى دي. طيب اشيل البي واكتب ايه؟ سي ام وعليها براكت باور 2. طيب انزل تحت سي زي ما هي بلس سي ام براكت باور 2. طيب عايزين نوزع الباور. طيب هو الباور 2 ده لما ينزل على الاثنين دول المساله تبقى ايه؟ سي باور 2 ام باور كام؟ 4، عشان احنا بنعمل الباور ملتبلاي الباور. طيب بلس كمل يا باشا سي باور 2 ام باور 2. طيب انزل لي تحت سي باور 2 زي ما هي بلس سي باور 2 ام باور 2. اسال سؤال واحد، ينفع اعمل سمبليفاي؟ ينفع اعمل سمبليفاي؟ اخد كومن فاكتور الاول. طيب خلينا بالراحه، واحده 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 واحده. ركز معايا. اول حاجه عندك هنا سي باور 2 سي باور 2 هتاخد مين؟ هناخد السي باور 2. عندك ام باور 4 وام باور 2 هتاخد مين؟ صغيره، هناخد الام باور 2. ماشي؟ افتح يا باشا براكت وقول لي ايه اللي هيتبقى. هنا هيتبقى ايه؟ ام باور 2 بلس مين؟ كل ده مشي يبقى بلس 1. نعمل سبتراكت للباور. في الباور نعمل سبتراكت للباور. اكتب الحته دي كده ان باور. ماشي؟ ان هايست كومن فاكتور بنقول سبتراكت باور. خليها قدامك كده عشان تفكرك. ان هايست كومن فاكتور سبتراكت باور. طيب تحت عندي هنا سي باور 2 سي باور 2 اسحبها بره. سي باور 2
افتح براكت. ها هنا يتبقى حاجه يا ابني انت اهو، اكتب ايه 1 بلس، شيل سي باور 2 يتبقى ام باور 2. تعالى بقى نشوف هنا يروح مع مين. البراكت كله هيروح مع البراكت كله، والسي باور 2 هتروح مع السي باور 2، هيتبقى مين؟ ام باور 2. طيب اقول له كده from 1 و2، ما تقوليش ليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد، اكتب المساله يبقى a باور 2 بلس b باور 2 اوفر c باور 2 بلس b باور 2 ايكوال ال a اوفر ال c. تمام؟ طيب خش على السؤال اللي بعده. ريفيجن على رول الباور. لما واحد يقول لك m باور 2 وعليها باور 2، تمام؟ بنعمل ده ملتبلاي ده يبقى ايكوال m باور 4. خلاص؟ لما واحد يقول لك m باور 4 عايز اعمل لها ديفايدد m باور 3 مثلا، بعمل سبتراكت للباور تبقى m باور 4 ماينس 3 يعني ايكوال m باور 1 يعني m. ماشي؟ لما واحد يقول لك انا عندي m باور 3 عايز اعمل لها ملتبلاي m باور 2، انا بعمل اد للباور تبقى m باور 3 بلس 2 يعني ايكوال m باور 5. تمام كده؟ طيب لما واحد يقول لي طب بص يا مستر انا عندي مساله زي كده m باور 3 بلس m باور 2 عايز اعمل لها ديفايدد m باور 2، تمام؟ ما بشيلش ده مع ده كده غلط، امال بعمل ايه؟ بعمل فراكشن كده، اخد فوق هايست كومن فاكتور. مين هنا اصغر واحده؟ m باور 2، طلع لي m باور 2 بره، افتح براكت، دول كانوا حاجتين يبقى حط بلس. تمام؟ لما تشيل من ده باور 2 هيتبقى m باور 1، لما تشيل من ده m باور 2 مش هيتبقى حاجه فبكتب 1. حلو؟ اوفر الام باور 2. اعمل سمبليفاي، ده بقى يروح مع ده يتبقى عندك ام بلس 1. دي كل الافكار الموجوده عندنا في الدرس. الثانيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الاي والبي والسي والدي ار بروبورشن. كام حرف؟ 1 2 3 4. تمام؟ طيب هل ده بروبورشن ولا كونتينوس بروبورشن؟ بروبورشن عادي. تمام؟ بروف ان ده ايكوال ده. خلاص؟ ده 20 22 القاهره. طيب بص يا نجم، حضرتك هتعمل ايه؟ اول حاجه هقول له let، اول خطوه A over ال B equal C over D equal ال M. طب عايز اطلع القوانين بتاعتي. ها يبقى ال A equal وال C equal، كانك بتعمل صح. ها ال A equal B M، ال C equal D M. تمام كده؟ بنقسم الصفحه نصين. ماشي؟ طب الاثنين سهلين. left hand side هقول له equal A over B minus ال A. طيب مع بعض اشيل ال A واحط مكانه ايه يا شباب؟ اشيل ال A واحط مكانه ايه؟ بي ام. طيب يبقى بي ام اوفر، اشيل البي مش موجوده، ماشي سيبها، ماينس بي ام. كده تمام؟ طيب كمل يا باشا. ينفع اشيل البي مع البي؟ لا، لازم تحت اخد كومن فاكتور. ازاي؟ بص سيب البي ام فوق زي ما هي، طلع البي بتاعتك ايه؟ بره. ماشي؟ طيب شيل البي من ده ومن ده. ثانيه واحده، شيل من هنا بي، شيل من هنا بي، هيبقى عندك 1 ماينس الام. تمام؟ لما نيجي نعمل سمبليفاي، عندك البي اللي هنا هتروح مع البي اللي هنا، هيبقى عندك الام اوفر 1 ماينس الام. خلاص كده؟ هسميها نمبر ايه؟ 1. خش الناحيه الثانيه، يلا هقول له كده رايت هاند سايد، هكتب المساله سي اوفر جي ماينس سي. طب ما انا عندي رول للسي، يبقى سي تتشال. تمام؟ يبقى انا اقول له يبقى جي ام اوفر جي ماينس جي ام. طيب ينفع اشيل الدي سمبليفاي؟ لا. طب هنعمل ايه؟ تعالى هناخدها تحت بس كومن فاكتور. هنا دي، شيل يا عم الدي من هنا، شيل الدي من هنا، هيتبقى عندك ايه؟ 1 ماينس الام، وفوق هنكتب جي ام. خلاص؟ تعالى يا باشا، شيل يا باشا حرف الدي مع حرف الدي، هيتبقى عندك فوق ايه؟ ام اوفر 1 ماينس ام. هنسمي دي رقم ايه؟ 2. تمام؟ طيب from 1 و 2، ماشي؟ اكتب المسألة. يبقى therefore A over
B minus ال A equal C over D minus ال C. تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده على درس البولينوميال فانكشن. تمام كده؟ بس في تريكه. ايه هي؟ تعال. اول حاجه بروز لي الحته دي لوحدها. بروز لي دي كده ايه؟ لوحدها. خلاص؟ f of x equal x minus 6 انا هستأذنك هخليها y equal x minus 6. طيب انا عايز اقول باسز واشيل الاكس واشيل الواي. تمام؟ بس في مشكله عندي. في فراكشن هنا 1 over 3. حلو كده؟ طب تعالى على جنب كده اكتب لي 1 over 3 f of a equal negative 2. باشا انا عايز f of a لوحدها. عايز f of a لوحدها. طب انا هعمل ايه؟ هنا ملتبلاي 3 وهنا ملتبلاي 3. تمام؟ لما اعمل ملتبلاي 3 سعاده الباشا ده هيروح مع ده. هيبقى عندك f of a equal كام؟ نيجاتيف 6. كده انت ظبطت المساله. طيب اعمل ايه يا رجاله؟ اعتبر ان ده اكس واعتبر ان ده ايه؟ واي. تمام؟ فانا هقول له ايه؟ المساله دي هقول له باسز زي شغل الايكويشن بتاع الستريت لاين. باسز مين ومين بقى؟ الاي والنيجاتيف 6. طب اشيل مين واحط مين؟ اشيل الاكس واحط ايه واشيل الواي واحط نيجاتيف 6. طب بص المساله يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف 6 ايكوال a ماينس 6. طيب بص بالعقل كده بالعقل. تعالى مش ده كنسل مع ده. ها يبقى من الاخر 0 ايكوال الاي. يبقى الاي بتاعتي ايكوال كام؟ 0. يبقى الاي بتاعتي ايكوال كام؟ 0. عايز توديها الناحيه الثانيه مفيش مشكله. خلاص؟ طيب تعالى يا باشا خش السؤال ده. السؤال ده شكله غريب واتكرر 6 7 محافظات. بيقول لك 5a equal 3b. find 7a plus 9b to 4a plus 2b. طيب تعديل للسؤال. اوعى تحل السؤال بالشكل ده. امال اعمل ايه؟ غير المطلوب. خلي كلمه 2 دي كده الريشيو دي خليها فراكشن. خلاص؟ طيب يبقى انا هكتب كده 7a plus 9b. هنا 4a plus 2b. حلو كده؟ طيب الراجل يا باشا لما يقول لك find value، لما يجي لك مساله ريشيو يقول لك find value، اكتب كده use m. استخدم طريقه الام. تمام؟ طب هنعمل ايه؟ تعال. اول حاجه انا اقول له كده عايز اظبط المساله. ماشي؟ تعال اكتب هنا A وهنا B. امشي بقى معايا واحده واحده. طيب الكل مركز. هنا الاي معمول ملتبلاي كام؟ 5. طب لما الاي هنا يبقى مين هنا؟ ال5 تحت. طيب البي معمول ملتبلاي مين؟ 3. طب البي هنا يبقى مين تحت؟ 3. مش كده؟ طب انا هقول له كده let's a over 3 equal b over 5 equal m. equal مين؟ m. طيب تعرف تعمل الصح بقى؟ يبقى therefore مين يقول لي قانون الايه؟ ها؟ الاي ايكوال 3m والبي ايكوال 5m. كده انا جاهز. ماشي؟ بروز الاثنين دول. بروز الاثنين دول. خلاص؟ طيب تعالى يا باشا نكمل بقى الناحيه الثانيه. يبقى انا اقول له كده يبقى therefore 7a plus 9b over 4a plus 2b equal. يلا يا باشا اعمل لي الفراكشن بتاعك اهو. ها 7 واشيل الايه واكتب مكانها 3m بلس 9 واشيل البي واكتب مكانها 5m. تمام؟ انزل تحت 4a 4 multiply 3m بلس 2 multiply 5m. فك البراكتات بتاعتك حاجه حاجه. ماشي؟ يلا هنقول ايكوال 7 times 3 يبقى 21m بلس 45m. تمام كده؟ اوفر تحت 12m بلس 10m. ماشي؟ احسب بقى. طيب ده هيطلع مع حضرتك 66m اوفر
22 ام. طيب الام هتروح مع الام، ماشي، و66 ديفايدد 22 تطلع الاجابه كام؟ 3. اكتب على السؤال ده ترم. سؤال متوقع. تمام؟ طيب تعالى يا باشا خش اللي بعده. يلا. هنا بيقول لك if y varies مع 1 over x، ده كده دايركت ولا انفرس؟ انفرس. ماشي تمام. الواي ايكوال 3 لما الاكس ايكوال كام؟ 2. لما اجي احل سؤال زي ده انا بقسم الصفحه نصين. ماشي؟ نمشي واحده واحده مع بعض. اول حاجه هقول له كده انا عايز اجيب الام. ماشي؟ هقول له كده since الواي varies مع 1 over x، جنبها في نفس السطر therefore حد شاطر يقول لي الام تيجي بالمالتبلاي ولا بالديفايدد؟ مالتبلاي ولا ديفايدد؟ مالتبلاي. يبقى اقول له واي مالتبلاي اكس. مين اول رقم واي في المساله؟ ماشي؟ ثانيه واحده يا احمد. الواي ده اكتب عليها واي 1 والاكس دي اكتب عليها اكس 1. تمام؟ فانا اقول له يبقى الاجابه اقول له 3 مالتبلاي 2 ايكوال 6. طيب انا عايز اجيب الريليشن. يلا therefore relation. طيب الريليشن هنجيبها ازاي؟ واي. مين فاكر العلامه دي؟ اشيل احط ايه؟ ايكوال. اشيل ال1 واحط ايه؟ ام اوفر اكس. طيب وانت جبت الام بكام؟ ب 6. يبقى هتكتب كده جنبها يبقى الواي ايكوال 6 اوفر اكس. 6 اوفر ايه؟ اكس. كده وصلت؟ كده الريليشن جاوبت لك السؤال الاول. طيب السؤال الثاني ده ليه طريقتين. السؤال الثاني ده ليه طريقتين. الطريقه الاولى تعالى هقول له كده when الاكس ايكوال 1.5. تمام؟ الطريقه الاولى مش انت جبت القانون بتاعك؟ يلا يبقى الواي ايكوال 6 ديفايدد 1.5 تطلع الاجابه ايكوال كام؟ 4. تمام؟ كده خلصت على طول. طب ايه الطريقه الثانيه؟ تعالى يا باشا بص. الطريقه الثانيه since الواي varies inversely مع 1 over x. تمام؟ طيب ركز معايا محترم. مين فاكر القانون بتاع الفراكشن ده؟ بالظبط. طالما انفيرس يبقى y1 اوفر الy2 ايكوال الx2 اوفر الx1. حلو؟ طيب ركز يا باشا. هسأل بقى كده وعايز تركيز عالي. مين أول رقم y في السؤال؟ 3. مين تاني رقم y؟ ها ما هو ده y2 مش موجود صح؟ يبقى بواي ايكوال x2 اللي هي تعتبر 1.5 اوفر كام؟ اوفر 2. كروس مالتيبليكيشن يبقى الواي ايكوال 2 مالتبلاي 3 اوفر 1.5 تطلع الاجابه ايكوال كام يا باشا؟ 4. وصل كده؟ طيب خش اللي بعده. يلا. لما يجي لك سؤال زحمه زي كده اكس بلس واي ومش عارف ايه ده ما ينفعش فيه ان. امال ده درس الجيفن ريشيو. الجيفن ريشيو. خلاص كده؟ طيب تعالوا نفكر مع بعض. بص بقى كده عشان السؤال ده محتاج تركيز. الراجل بيقول لي اكس بلس واي اوفر 5 ايكوال واي بلس زد اوفر 3 ايكوال زد بلس اكس اوفر 6. ازاي يا مستر اجيب الاكس ماينس الزد مع بعض؟ يبقى انا كده عايز اتخلص من مين؟ من الواي. طيب قدامك المساله كلها اهي. اعمل ايه؟ اعمل ايه في الفيرست ريشيو والسكند ريشيو والثيرد ريشيو بحيث اكنسل الواي؟ حلو. انا هاخد ده ماينس ده، هاخد ده ماينس ده. بمعنى اقول له بقول لك ايه؟ انا عايز اخد الفيرست ريشيو ماشي ماينس السكند ريشيو. اشرح له كده، اشرح له الخطوات اللي عايز اعملها. طب هنقول له ايكوال، ابدا نفذ يلا. ها هنعمل فراكشن. طيب بالراحه كده. الفيرست ريشيو كان مكتوب فيها كام؟ اكس بلس واي اوفر 5. انت قلت ماينس، حط ماينس هنا وماينس هنا. طيب السكند ريشيو اللي هي مكتوب فيها ايه؟ واي بلس زد وانت كده خدت زيرو. الف مبروك.
ليه؟ طالما قلت ماينس لازم احط براكت. صح؟ ماينس كام تحت؟ ماينس 3. طب يا باشا يلا الفراكشن بتاعك اهو. فك البراكت فوق. البراكت الاحمر قدامه نيجاتيف يبقى كل الاشارات تتغير. يبقى انا المفروض اكتب ايه؟ اكس بلس واي ماينس واي ماينس زد اوفر 5 ماينس 3 بكام؟ ب 2. طيب ايه اللي هيحصل؟ البوزيتيف واي هيتكنسل مع النيجاتيف واي. مين هيتبقى عند حضرتك؟ هيتبقى عندك اكس ماينس زد اوفر 2. مش ده اللي انت عايزه الجزء الاول؟ صح؟ طب انا اقول له ايه في الكلام ده؟ اقول له يا باشا الف مبروك الكلام ده ايكوال 1 اوف جيفن ريشيو. 1 اوف جيفن ريشيو اللي هي مساله الخريطه. فاكرين درس الخريطه؟ هو ده. بص يا باشا الريشيو الثانيه دي اكس بلس واي بلس زد. اعملها ازاي؟ ازاي اجيبهم كلهم مع بعض؟ لا ما فيهاش ماينس كلها بلس. يبقى انا اعمل كل ريشيو ايه؟ اد ونشوف. طيب تعالى اشرح يلا. هقول له كده تعالى يا باشا الفيرست ريشيو بلس سكند ريشيو بلس الثيرد ريشيو ايكوال. تعالى نشوف هنعمل ايه. طالما بلس ما تحطش براكت ما تخافش. طالما بلس ما تحطش براكت وما تخافش. يلا الفيرست ريشيو انا هكتب يا مستر اكس بلس واي اوفر 5. طب والثانيه واي بلس زد اوفر 3. طب والثالثه زد بلس اكس اوفر 6. طب يا مستر انت عايز تعمل فيهم ايه؟ يا مستر كلهم بلس. ماشي؟ حط هنا بلس وهنا بلس هنا بلس وهنا بلس. يلا يا نجم اعمل ايه؟ الفراكشن بتاعك. طيب عندك كام اكس فوق بسرعه؟ 2 اكس. هيبقى عندي 2 اكس. وكام واحده واي؟ 2 واي. وكام واحده زد؟ 2 زد. مش كده؟ طيب اوفر 5 بلس 3 8. 8 بلس 6 كام؟ 14. حد خد باله ان 2 مكرره فوق؟ اسحبها بره كومن فاكتور. ماشي؟ طيب يبقى نقول 2 براكت يبقى اكس بلس واي بلس زد. حلو؟ اوفر 14. هتقول لي يا مستر ماشي بس انا ما جبتش الشكل اللي هو عايزه 7 ده. اعمل يا باشا السمبليفاي. 2 ديفايدد 2 فيها 1. 14 ديفايدد 2 فيها 7. صح؟ هقول له الكلام ده ايكوال ايه؟ يبقى اكس بلس واي بلس زد اوفر 7. طب الكلام ده نقول له ايه قبل ما تنسى؟ ايكوال 1 اوف جيفن ريشيو. 1 اوف جيفن ريشيو. حلو كده؟ واسمي ده رقم كام؟ 2. تمام كده؟ بعد ما اخلص اقول له ايه؟ تعالى فروم 1 و 2. ماشي؟ يبقى الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد. ماشي القصه كده؟ تمام؟ طيب انا بقى اكتبها انت بقى. تعالى يا عم اكتبها لك اهو ولا تزعل. يلا. والله لا اكتبها خلاص. يبقى اكس ماينس زد اوفر 2 ايكوال اكس بلس واي بلس زد اوفر كام يا باشا؟ اوفر 7. خلاص؟ السؤال هنا بيقول لك ايه؟ The following frequency distribution shows the number of children of some families in new city. تمام؟ Calculate the mean and the standard deviation of the number in the children. طيب بعد اذنك بقى كده هنجهز التيبلز بتاعتنا. يلا ادي التيبل الاولاني. ماشي؟ ايدك شغاله معايا. التيبل الاولاني اهو. خلاص؟ وجنبه التيبل الثاني. يلا في السريع كده. طيب عندي كام رقم؟ 1 2 3 4 5. يبقى انا هعمل 6 7. 1 2 3 4 5. يبقى انا هعمل 7 زود 2. طيب مع بعض 1 بسرعه بقى انجز. 2. اول حاجه انا عندي الرول بتاع المين. عايز افهم بس الرول بتاع المين. اول حاجه بص على القانون هتعرف انت عايز تعمل ايه. اولا المين ده بنقول عليه اسمه اكس بار. خلاص؟ الرول بتاعه بنقول سيجما اكس ملتبلاي اف اوفر سيجما اف. ماشي؟ طيب هنا بنحط الاكس وهنا بنحط الاف وهنا بنعمل الاكس ملتبلاي الاف.
خلاص كده؟ طيب الاكس اللي هي اول ارقام في التيبل، يعني كل دول، يعني هنكتب هنا 0 1 بعدين 2 ادي 3 ادي 4. اخر خانه بنقول عليها اسمها الصم. الصم اللي هي اختصار لكلمه سيجما. تمام؟ طيب الفريكوانسي الاف اللي هي الارقام اللي انت شايفها في السطر الثاني، يبقى احنا هنكتب هنا ادي 6 ادي 15 كده 40 هنا 25 وهنا 14. طيب هو مديلك التوتال كتر خيره 100، يبقى انا هكتب هنا 100. خلاص؟ بتبدا تعمل ايه؟ انا بقول لك اكس ملتبلاي اف، يبقى كل رقم ملتبلاي اللي جنبه. هنا 0 ماشي؟ هنا 15. طيب دول تايم بعض 80، دول ملتبلاي بعض 75، دول ملتبلاي بعض ادي 40 56. ماشي؟ يلا بعد اذنك هات لي الصم بتاع دول 226. طيب بعد ما خلصت ماشي هتاخد بقى، بص بقى اهم رقمين في التيبل عندي دول هو النمبر ده والنمبر ده. بعمل بيهم ايه؟ انا هاخد ده ديفايدد ده. ماشي؟ يعني حضرتك دلوقتي هتقول لي كده يبقى الاكس بار بتاعي ايكوال 226 ديفايدد 100 هتطلع 2.26. ماشي الكلام؟ ما هي. طيب خش اللقطه الثانيه. بص بقى الرول الثاني بيتكون من ايه؟ اول حاجه انا كاتب اكس هنا، يبقى هنا في اكس. طيب ماينس اكس بار، يبقى انا هكتب هنا اكس بار. طب انا عامل اكس ماينس اكس بار، يبقى انا هكتب هنا اكس ماينس اكس بار. طيب انا عامل براكت باور 2، يبقى انا هكتب كده اكس ماينس اكس بار باور 2. طيب انا عامل ملتبلاي اف، يبقى هنا احط الاف وبعد كده اخدهم كلهم مع بعض ملتبلاي، يبقى انا اقول له كده المكان الاخير اكس ماينس اكس بار باور 2 ملتبلاي الاف. طيب اكس الارقام اللي كانت في الاول عادي جدا هنكتبها تاني، يعني هنا 0 1 2 3 4 هنا الصم. حلو كده؟ الاكس بار الرقم اللي انت جبته اكتبه تاني، كل مره اقعد اكتبه، يعني 2.26 اكتبها كذا مره. ماشي؟ وتخلي البوينت بتاعتك واضحه. مش كده؟ طيب اول حاجه المكان ده انا مش عايز الصم بتاعه، مش عايزه. طيب اكس ماينس اكس بار كل رقم ماينس اللي جنبه، ده يبقى نيجاتيف 2.26. طيب ده نيجاتيف 1.26، ده يبقى نيجاتيف 0.26. ماشي؟ اللي بعده هيبقى عندك 0 بوينت هيطلع مع حضرتك 74. تمام كده؟ اللي بعده هيبقى عندك 1.74. ماشي القصه؟ طيب خد كل الارقام اللي انت كتبتها هنا اعمل لها باور 2. تمام؟ ماشي يا شباب؟ جبنا كل الارقام دي كده باور 2. تمام؟ برضه مش عايز الصم. الاف جنبها هنكتب هنا 6 15 40 25 14. تمام؟ الصم كده كده معروف هنا 100. تمام؟ اعمل كل واحد ملتبلاي اللي جنبه. بعد اللقطه دي بص بقى انا عايز اخد الاجابه دي. ماشي؟ الاجابه دي والاجابه دي الاثنين دول بس اعمل لهم ديفايدد جوه السكوير روت، يبقى الستاندرد ديفيجن بص كده اقول له 113.24 اوفر 100. تمام؟ واشوف الاجابه بتاعتي تطلع كام. دي الاجابه بتاعتك. وصلت؟